تفاصيل اكتر مع الاستاذ فتحي ابو سليمان المحرر الامني. الشرطه المصريه وادائها العريق والبطوله والفداء والاستبسال في معارك كتير مرت على الشرطه المصريه من سنه 1952 25 يناير، معركه الاسماعيليه الملحمه اللي انطلقت وحصلت بين قوتين غير متكافئتين، لا في العتاد ولا في العده ولا في الاسلحه. الانجليز او المحتل الانجليزي بيحارب رجال الشرطة المصرية ويحاصر مبنى محافظة الإسماعيلية في 25 يناير. 9 ساعات من التصدي والوقوف بشجاعة كانت منقطعة النظير أجبرت العدو الإنجليزي في آخر الملحمة على الوقوف بشرف وإعطاء التحية والتعظيم للجنود المصريين لوقوفهم بهذه الشجاعة والبطولة والفدائية دون أسلحة معهم. المعركة والملحمة أجبرت الخاسر لأول مرة في التاريخ أنه يعطي شروط ويفرض شروطه للخروج من مبنى المحافظة الإسماعيلية، الخروج بشرف، عدم المعاملة كأسرى، عدم إنزال العلم المصري من على مبنى محافظة الإسماعيلية. كل ده بطولة يفخر بها رجال الشرطة، قبلهم يفخر بها كل المصريين. 25 يناير ملحمة، 25 يناير 1902. خلونا نتعرف على آخر تفاصيل. ضرورة وجود بند في المباني والعقارات بوجود كاميرات مراقبة أمام في كل ترخيص. ده بالنسبة للكاميرات المراقبة. الكاميرات المراقبة هي دليل قوي جدا على الجرائم، وساعدت أجهزة الأمن خلال الفترة الأخيرة في التوصل وكشف العديد من الوقائع، واللي كان آخرها وقعة تحرش بطفلة في المعادي. على هامش الواقعة، يعني خلينا نقول لحضرتك سريعا كده على أبرز ما توصلت إليه التحريات والتحقيقات. التحقيقات توصلت إلى أن المتهم محمد جودة ده محاسب خريج كلية التجارة، متزوج ولديه بنتين، ابنة وابن. المتهم ليس منفصل عن زوجته. المتهم يعمل محاسب في إحدى الشركات في إحدى الدول العربية. المتهم في أجازة بالقاهرة. المتهم من ضمن سكان منطقة المعادي. الطفلة ضحية هي سارة 6 سنوات بإعادة مناديل في إشارة ميدان الحرية بمنطقة المعادي. الطفلة قالت إن هو يعني أغراها بإعطائها بعض الأموال واستدراجها إلى مدخل العقار، اللي هو ظن إن هو عقار خالي من السكان نظرا لوجود بعض مواد البناء أمامه. العقار في الطابق الأرضي معمل تحاليل رصدت كاميراته الواقعة فور رصد إنجي أسامة الشهيرة بأوجيني موظفة معمل التحاليل تحرك مريب للمتهم والطفل داخل مدخل العقار. تحركت على الفور وفتحت الشقة وواجهته بفعلته إلا أنه تلعثم. ده يا أستاذ فتحي ده بقى بيفسر اللي أنا بقوله، إنه السيدة كانت بتشتغل في المعمل والكاميرا دي تابعة للمعمل، فبذلك هم واخدين تصريح للكاميرا، فعشان كده عرفنا نتصرف ونجيب هذا الشخص بسرعة، صح؟ بالظبط. كمان الكاميرات حاليا والأجهزة الحديثة بشكل عام هي بتساعد الأجهزة الأمنية بنسبة 90% في التوصل إلى الجرائم لو واخدة تصريح في خلال ساعات. ولو لا الكاميرات المراقبة، لو أنت ركبت كاميرا مراقبة في محل أو بيت مش شرط تصريح ليها، يعني ما بتروحش تقدمي على الاسم عشان تركبي كاميرا مراقبه. ده بالعكس، ده حاليا الدوريات الامنيه بتمر على الاقسام والمحلات لتحرير مخالفات اللي مش مركبين كاميرات. في الشق الخاص بالتحقيقات في الواقعه، اجهزه الامن تحركت فور رصد الفيديو وانتشاره بصوره كبيره جدا في مصر والعالم العربي، وردود الافعال من قبل ملايين المواطنين الرافضه لهذا الفعل. اجهزه الامن توصلت الى المتهم والقت القبض عليه فور صدور تعليمات من قبل مكتب النائب العام بعد رصد وحده التحليل والبيان بمكتب النائب العام للواقعه. النيابه العامه كلفت خط مجلس الطفل باتخاذ اللازم تجاه الواقعه. النيابه العامه كلفت وطلبت تحريات الشرطه حول هذه الواقعه وحول المتهم والطفل المجني عليها، وحددت شخص المتهم والمجني عليها، وضبطت المتهم واقتادت المجني عليها للادلاء باقوالها هي والدتها امام جهات التحقيق. حاليا جهات التحقيق في نيابه جنوب القاهره بتقوم بالتحقيق مع المتهم وجاري استكمال التحقيقات معه. المتهم انكر ارتكاب الواقعه وارتكاب واقعه التحرش، لكن الفيديو سجل الواقعه
السيدة التي نشرت الفيديو أدلت بأقوالها وقالت إن هي شاهدته وإن هي واجهته بده ونهارته، لكنه هرب من أمامها. وحاليا سيصدر قرار خلال ساعات من النيابة العامة بحبس المتهم بالتأكيد. سيصدر قرار من مكتب النائب العام بإحالة القضية إلى المحاكمة بسرعة، مثلما حدث في عديد من وقائع الرأي العام والتي هزت الرأي العام خلال الفترة الماضية. اتمنى ذلك يا استاذ فتحي، وهنتابع طبعا برضو اخر التطورات. شكرا جدا جدا لوجود حضرتك معانا والتوضيح، واطلعنا على كمان ما يحدث قبضة أمنية قوية بتسيطر وتردع المجرمين وتخوف الخارجين عن القانون. ده فيما يخص الشق الاستقرار السياسي. محاربة الإرهاب دي قصة كبيرة طبعا. المحورين الأساسيين اللي قامت عليهم ثورة 30 يونيو هم محاربة الإرهاب والتنمية زي ما اتكلمنا. يعني محاربة الإرهاب كانت الحمد لله احنا خلصنا الجزء الأول من محاربة الإرهاب وفلوله إلى حد ما. يعني الجريمة بنسبة 100% مش بيتم تحقيقها في أي بلد في العالم. يعني خلينا نقول ان مفيش دوله في العالم حققت نسبه تحقيق منع للجريمه وردع بنسبه 100%. تنهي الموضوع ده تماما مستحيل طبعا. يعني امبارح كان في اطلاق نار في فلوريدا الامريكيه، اول امبارح كان في كاليفورنيا هجوم مسلح. ففي كل دوله في العالم في جريمه موجوده لحد ما تقوم القيامه. لكن الردع اللي تحقق بنسبه مثلا 95% واكثر ده احنا حضرتك لمساه وانا لمسه والمواطن العادي لمسه. ما عدناش نشوف الهجوم الارهابي على اسم شرطه، ما عدناش نشوف الهجوم الارهابي على دوريه امنيه. كل ده ما فيش في ردع ليه، في منع وضربات استباقيه حصلت. رجال الامن الوطني ورجال الامن العام والمباحث الجنائيه كل اجهزه وزاره الداخليه تضافرت لتحقيق محاربه الارهاب والقضاء عليه. ده شفناه في سيناء، محاربه جميع الخلايا الارهابيه في سيناء وتفكيكها والقبض عليها. خلينا ننتقل للجانب اللي بيلمس الجانب الاجتماعي بالنسبه للمواطن المصري. ان وجدنا انه طبعا في زي حي الاسمرات حياه كريمه للمواطن المصري، الاهتمام بصحه المواطن المصري من خلال مبادره 100 مليون صحه، كلها يعني مبادرات وايجابيات بالنسبه للمواطن بيلمسها بنفسه. الرئيس السيسي اتكلم في بدايه تدشين مبادره 100 مليون صحه، وكان ليه مقوله بيقول فيها احنا هنتغلب على مشاكلنا يعني مشكلاتنا بالمبادرات.
احنا كدوله يعني ورثت تركه كبيره جدا في مشكلات عميقه وعويصه جدا في المجتمع. المشكلات دي هتحلها ازاي كلها مره واحده وانت امكانياتك الى حد ما مش ضعيفه، مش قويه. فلذلك كان لازم انت تتغلب على المشكلات دي وتحاول تسيطر عليها. فجت من هنا فكره المبادرات، مبادره 100 مليون صحه للقضاء على مشكله الصحه، مبادره زي مبادره مثلا توفير حياه كريمه. النهارده معاكم فتحي سليمان من صاله التحرير. هنتكلم عن واقع كل محركات البحث في مصر بتدور عليها متحرش الطلبيه او متحرش فيصل. وقع في الحقيقه على غرار وقعه متحرش المعادي، شخص او ترزي اتجه الى اشباع رغبته او الى اشباع مرضه، لانه هو بالتاكيد مريض نفسي او عقلي، لانه هو ذهب الى التحرش بطفله لم تبلغ اكثر من 11 سنه، نورة جمال، في منطقه فيصل شارع العشرين في الطلبيه التابعه لمحافظه الجيزه. حاول في الصباح المبكر واثناء عودتها من شراء فطار للمنزل حاول الدخول او الدلوف وراها الى باب او الى مدخل العقار والتحرش بها على السلم، لكن الطفله انهارت وانزعجت واترعبت وجريت على باباها جري بعد ما لمس اجزاء من جسمها واماكن عفتها. اشتكت لوالدها واللي ايضا قرر بسرعه انه ياخد اجراء حاسم وسريع ضد المتحرش وفرغ كاميرات المراقبه. ومن تفريغ كاميرات المراقبه قدم فلاشه لجهات الشرطه اللي باسم شرطه بولاق الدكرور من الساعه 9 صباحا حتى الساعه 6 مساء كانت توصلت الى هويه المتهم وحددت شخصيته والقت القبض عليه وقدمته الى جهات التحقيق. جهات التحقيق عملت مواجهه قضائيه ما بين الطفله وما بين المتهم، واللي الطفله اتعرفت عليه وقالت ان هو بالظبط راوت كواليس التحرش بيها ومحاوله اقناعها، وهجيب لك ملابس وهجيب لك نظاره غير اللي انت لابساها وهشتري لك حلاوه. الطفله قالت كل ده في التحقيق. المتهم انكر الواقعه، لكن جهات التحقيق قررت حبسه 4 ايام على ذمه القضيه. طبعا قضيه متكرره، قضيه باتت تبحث عن حل التحرش بالاطفال او محاوله هتك عرضهم بعد متحرش المعادي وقبل متحرش العياط والحومديه واخيرا متحرش الطلبيه. عده وقائع تبحث او مرض منتشر يبحث عن حل، هل هو مرض نفسي ام مرض عضوي ام هو ظاهره تحتاج الى تكاتف الجهات الطبيه والصحيه والسلامه النفسيه لمثل مرتكبي مثل هذه الوقائع. ولكن بقي على الاسر الحذر ثم الحذر والتوصيه بتثبيت كاميرات مراقبه ايضا، لان الكاميرات المراقبه اصبحت هي الشاهد الصامت الذي لا يمكن تكذيبه او لا يمكن الادعاء بالانكار، لان كاميرات المراقبه تسجل وترصد بالصوت والصوره كل هذه الوقائع بالتفصيل، من متحرش الطلبيه الى قاتل الحومديه المتهم بقتل ابنته في منطقه الحومديه بسبب تبولها اللا ارادي. الطفله لم تبلغ عامين من عمرها، رضيعه. الاب انفصل او حصل خلاف بينه وبين زوجته، الزوجه تركت المنزل، الاب ضاق ذراعا بتربيه او بصراخ الطفله وتبولها اللا ارادي قرر يقتلها ويتخلص منها، وبعد تعديه عليها اكثر من مره في اخر مره لفظت انفاسها الاخيره وماتت وقتلت في منطقه الحومديه. واقعه ماساويه. جهات التحقيق قررت حبس المتهم على ذمه التحقيقات وفتحت تحقيقات واستمعت لاقوال الام واقوال الجد اللي ابلغ عن الواقعه، وكمان استمعت لاقوال شقيقي الطفله. من وقعه الحومديه ومنذ قليل جالنا خبر استشهاد النقيب السيد حسن سليمان في مباحث مرور القاهره. النقيب او الرائد الشهيد رحمه الله عليه كان يتمتع بحسن السمعه وحسن القدوه والسيره والسلوك، وكان ضابط يؤدي عمله بشكل متفاني وبشكل قوي، وهو شهيد الواجب لانه اثناء تاديه عمله سقطت عليه سقاله خشبيه بشارع 26 يوليو وتم نقله الى مستشفى الهلال في محاوله لانقاذه، لكن العنايه الالهيه تدخلت او القدر تدخل ولفظ انفاسه الاخيره في
مستشفى الهلال. رحمة الله على الشهيد، خالص تعازينا لكل أسرة الشهيد وكل أسرة ضباط ورجال الشرطة في الفقيد، وخالص التعازي، وندعو الله أن يسكنه فسيح جناته، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته والفردوس الأعلى. والسلام عليكم. خليكم معانا، هننقل لحضراتكم بالصوت والصورة أبرز التفاصيل التي تحدث في مصر وكافة الوقائع بالتفاصيل. طاب مساءكم.